انك تكون فرد في عصابة فده شي نوعا ما عادي، بس انك تكون زعيم عصابة فده شي صعب حبتين. هنتكلم عن علاء الدين خميس الملقب بباكوبي. بدايته كانت بمجموعات النيجرز، يعني كأي مجرم بشق طريقه. اشتغل على نفسه وعمل كورسات إجرامية وطور من نفسه لحد ما بقى زعيم عصابة. لما تسمع كلمة 9 طويلة انت طوالي بتحسس تلفونك وبتتخيل الاتنين راكبين موتر اكس 100. باكوبي كان الأب الروحي ل9 طويلة، يعني واحد عنده عصابة في منطقة عشوائية وأعضاء العصابة وأسرهم ساكنين في نفس المنطقة. شخص رياضي وبنظم دورات كورة ومحبوب من كل المنطقة، وأنا شاهدت له يعني احتفال، كان عاملين له احتفال وكده وتكريم وكلام زي ده. يعني تقدر تقول يعني شخص بينصر المظلوم وبيظلم المنصور. المهم يعني شخص تتمنى تكون زيه، يعني في حالة انه ما كان مجرم يعني يا عزيزي. طبعا الكلام ده بذكرك ببابلو اسكوبار. في الغالب هو كان قدوته، يعني نفس السردية تقريبا. شخص بدأ بحاجات بسيطة بعدين بقى زعيم عصابة. يعني سكان منطقته بيحبوه، زور رياضي عنده فريق كورة. فبيحكي الصحفي عمار حسن انه تعرض لعملية بتاعت نهب وهو ساكن في نفس منطقة باكوبي اللي هي غرب الحارات، وكان سايق الموتر بتاعه وماشي. يعني كان فترة الظهر تقريبا. ظهروا له مجموعة من الأشخاص فوقفوه كده وحاولوا يعني ياخدوا التلفون والحاجات اللي عنده كده. فيعني اتضارب معاهم كده، وفي النهاية للأسف أخدوا القروش اللي كانت عنده زائد إنه أخدوا الموتر بتاعه. فبعد كده الناس لمته كده، وفي مرة نصحته قالت له يا أخي أمشي الثورات وكده، أمشي الحارات اللي هي مربع 26 بالضبط، وأسأل من باكوبي وكده وهو برجع لك حاجتك. وهو بيحكي إنه ما اشتغل بكلام المرة كتير، فقال يا أخي من الأفضل إنه نمشي يفتح بلاغ. وفعلا مشى القسم وفتح بلاغ وكده. بس للأسف القسم بدل ما يفتحوا له بلاغ نهب فقاموا فتحوا له بلاغ بتاع سرقة. وهو كان شايف إن الشرطة ما كانوا متعاونين، فيمكن ده بسبب الخطورة اللي كانت بتاعت في المنطقة، يعني المنطقة معروفة إنها منطقة خطيرة وكده يعني. فبيحكي إنه لما طلع من قسم الشرطة فلحقوا عسكري وقال له يا أخي أنا بنصحك تمشي ل 26 الحارات اللي هناك لواحد اسمه باكوبي وتعمل معاهم درون. الدرون ده طبعا المعروف بانه تسوية، يعني بتدفع لهم قروش مقابل انه يرجعوا لك حقك. فلو انت مركز يا عزيزي حتعرف انه كلام العسكري ده قالته لأول مرة في بداية القصة. فهو شاف انه ده الحل الوحيد عشان هو يقدر يسترجع الموتر بتاعه. ففعلا هو مشى هناك وعمل بلاغ، فلقى انه عندهم سجل وكده وبلاغات وكده، وتمشي تقدم بلاغ وتذكر الحاجة بتاعتك المفقودة هي شنو وكده. وعندهم مكان فيه كل المسروقات وكده، وبعد كده هم بيقيموا الحاجة بتاعتك وكده على حسب الموديل بتاعه والنظافة والجودة بتاعتها. يعني تقدر تقول هم مقتنعين بالجمارك بتاعت الحكومة، فهم بيعملوا الجمارك بتاعتهم يعني بكل بساطة. المهم انه وصل معاهم لتسوية اللي هي كانت 200 ألف جنيه، وفعلا دفع لهم المبلغ وكده واستلموا الموتر بتاعه بكل أمانة وشفافية. الموتر ده كانت يعني القشة التي قسمت ظهر البعير. هتقول لي كيف؟ هقول لك انه بعد الحاجة دي حصلت طوالي الصحفي طلع في منصات كثيرة جدا، صحافة وتلفزيون وبرامج، وحكى القصة دي وكده. فالشرطة يعني حست بالإهانة، يعني انه يعني مجرم يعمل كده ويعني كانت يعني فضيحة كده بالنسبة للشرطة يعني حقيقة. فيلا هنا الشرطة شنت حملات كثيرة جدا على المنطقة دي وعلى مناطق كثيرة جدا. وبعدها يعني باكوبي هرب واتصاب إلى أنه وصل إلى النيل الأبيض، وكان ناوي أنه يهرب إلى الجنوب. والفرقة 18 يعني تعرفت عليه وتم القبض على باكوبي، وخلاص كده انتهت أسطورة الإجرام. الإشاعات منتشرة كثيرة إنه باكوبي هرب فترة الحرب وكده، وإنه حاليا موجود وكده وقاعد عادي في السودان وكده، بس الحقيقة إنه باكوبي توفى في بداية أيام الحرب، في الأيام الأولى يتوفى داخل السجن. في النهاية حابة أقول إنه
ما في شي بيبيح الإجرام أو التعدي على الغير. يمكن باكوبي كان نتاج لضعف الحكومة وعدم قيامها بدورها. لحد هسي الحكومة ممكن ما قايمة بكل دورها، لكن نتمنى يعني من ربنا التوفيق والسداد للحكومة. ما تنسى الاشتراك في القناة، وأكيد حيصلك كل جديد. سلام.